ايوه، انا هقعد اطبل، انا هقعد اطبل للدوله، وهقعد اطبل للرئيس، وهقعد اطبل للدوله وللحكومه. ليا مصلحه معاهم، ليا مصلحه معاهم، ليا مصلحه معاهم، لان انا عاصرت وشفت اللي حصل في 2011. انا شفت الدبابات في الشارع وحظر التجول اللي كان موجود بالعشر ساعات وال 12 ساعه. انا شفت الدباب في الشارع عشان كان في فصيل مسيطر وكان بهدلنا. انا شفت الحاجات دي كلها، شفت ان انا كنا قاعدين في البيوت زي الولايه. كنا خايفين على حريمنا، وكنا خايفين على بناتنا، وخايفين على امهاتنا، وخايفين على اخواتنا. كان مخازننا وشغلنا بيتسرق. انا شفت الكلام ده كله، شفت الكلام ده كله لما كان الناس بتدخل لنا من غزه، وكان بيدخل لنا من ليبيا، وكان بعد كل الدول دي كانت بتحاربنا. لما قيادة الاخوان قالت كده ان في سوريا هينزل لك ناس، في سوريا وينزل لك ناس من ليبيا، وينزل لك ناس من لبنان، وينزل لك ناس من فلسطين، وينزل لك ناس عشان يحاربونا. انا شفت الكلام ده كله، انا ليا مصلحه مع الدوله، وليا مصلحه مع الرئيس، وليا مصلحه مع الحكومه، مفيش مشكله خالص. طبعا ليا مصلحه ان انا عايش في امان، انا وعيالي وشغلي على الاقل عايش في امان. الدنيا غلاء، الدنيا غلاء. مش هقدر اقول والله العظيم. قصه بقى اوكرانيا وحرب غزه وتعويم الجنيه وصندوق النقد الدولي على العالم كله. كل العالم كله تاثر بالحرب الاوكرانيه الروسيه. كل العالم كله، مش انت بس. النهارده هقول تاني اللي حواليك، الدول اللي حواليك. شوف السودان كان بيحصل ايه، لا مؤاخذه يعني بيتعاملوا حاجات كلها خارجه مع حريمهم ومع بناتهم. ما قدروش يعملوا حاجه السودانيين. في بلاد في سوريا، وفي لبنان، وفي اليمن، وفي العراق، وفي كل البلاد دي كلها. ايه يا جماعه، انتوا بتنسوا؟ بيدخلوا يعني في صراعات بينهم وبين بعض على بقى السلطه، وعلى الاكل، وعلى ما تعرفش على ايه. انتوا عايزين نعيش كده؟ نعيش كده ولا نعيش في عندنا ازمه اقتصاديه بنحلها؟ نقعد نحلها، نسيب الدواء. انت النهارده مش صاحب قرار، انت كمواطن مش صاحب قرار. والله العظيم ثلاثة بيولدوا ويبثوا ازمات في نفوس المواطنين عشان يعملوا زعزعه داخليه في الدوله. والله العظيم بيعملوا كده. يعني هو النهارده يطلع لك مواطن يقول لك انا دي مرتبي يا ريس 2100 جنيه. هو في حد مرتبه 2100 جنيه يا جماعه؟ ادي يا ريس مرتبي 3000 جنيه. طب عيش انت. هو في حد دلوقتي مرتبه كده؟ ما فيش حد مرتبه كده. مفيش حد مرتبه كده خالص خالص. وانا اتحدى حد يطلع يقول لي ممكن كل المعاشات، انا بتكلم على المرتب. مفيش حد بيشتغل في اي حته، اذا كان في القطاع الخاص او في القطاع العام او في الحكومه، مفيش حد كده. والله كل دي لجان الكترونيه من الاخوان، والله بيبثوا زعزعه وخوف في نفوس المصريين، يترعبوا، يديك شويه احباط. يا جماعه، هو انت صاحب قرار؟ يعني انت دلوقتي صاحب قرار؟ انت مش ماسك الدوله. انت عليك بس اشتغل على نفسك. اشتغل على نفسك، وبتحاول تطور من نفسك، وتبتدي تزود دخلك عشان خاطر تواكب الازمات الموجوده. انت النهارده لو سافرت رحت اي بلد تانية، رحت السعوديه ولا الامارات ولا اي بلد تانية، ما انت هتعيش على نظامهم. وانت فاكر السعوديه النهارده مثبتين الدولار 3 جنيه 3 ريال ومش عارف ايه؟ كده هم بيدعموا الريال بتاعهم، ما احنا فضلنا كنا بندعم الريال طول ال 30 ولا 50 سنه اللي فاتت. كنا بندعم الجنيه المصري. ما بيدعموا الريال بتاعهم عشان هم دوله فيها بترول، وفيها موارد كبيره جدا. والله العظيم الازمه، لو ازمه اقتصاديه هتعدي، والله هتعدي. والله لو ازمه اقتصاديه هتعدي، وياما عدت على مصر ازمات كبيره جدا. يعني انا التعويم بتاع 2003 ما كان الدولار ب 3 جنيه و40 قرش، وبقى ب 7 جنيه. ما هو 100% اهو. ده بقى في البنك بقى، مش في السوق السوداء. يعني يا جماعه، في ازمات كتيره عدت. والله لو ازمه اقتصاديه هتعدي. اخاف يكون في مخطط بيكون ناكل نفس الطعم اللي كان في 2011. افضل اقول، ويقولوا عليا زي ما تقولوا، يقولوا عليا ان انا راجل بطبل. انا ليا مصلحه، انا بطبل ليا مصلحه مع الدوله. ليا مصلحه لان انا قاعد في امان. انا وعيالي قاعدين في امان. انا وبيتي قاعدين في امان. انا وعيلتي قاعدين في امان. انا واخواتي قاعدين في امان. شغلي في امان. في ازمات. هنعيد تاني. انا شفت الكلام ده بعيني. الشباب اللي عنده 22 سنه، واللي عنده 25 سنه، واللي عنده 24 سنه، والله العظيم كان صغير، ما شافش اللي حصل في 2011. انا لما بختلف انا وبناتي وانا وعيالي،
بوريهم الخريطه بتاعت الوطن العربي، اتفرجوا على الخريطه، روحوا شوفوا الدول التانية. هفضل اقول كده، روحوا شوفوا الدول التانية، شوفوا الدول اللي حوالينا، شوفوا ليبيا، شوفوا السودان، شوفوا لبنان، شوفوا اليمن، شوفوا العراق، شوفوا سوريا. الله، ايه يا جماعه ده؟ انت من كتر والناس بتيجي تستثمر عندك هنا ليه؟ مش في ناس بتستثمر عندك هنا؟ مش في ناس بتيجي؟ الصينيين بيجوا والخلاجه بيجوا ويجوا يشتروا عندنا وبيشتروا عندنا. ليه بيشتروا عندنا؟ عشان حاجتنا رخيصه؟ لا، مش عشان احنا بلد امان، صدقوني يا جماعه. ارجوكم ما تنساقوش، ما تخافوش، ما تعوش الميديا والله العظيم هتبهدلنا. ميديا بتولد خوف وبس زعزعه في الامن الداخلي، صدقوني. وربنا يسهل ان شاء الله، هنعدي على الازمه على خير. نقعد بس كل واحد يشتغل على نفسه، يسيبه من الاحباط ده. هو مش صاحب قرار، مش صاحب قرار. انت النهارده لقيت كل المصاريف عندك كده، زود بقى دخلك، اشتغل تاني، شوف طور من شغلك، شوف شغلك. هو كده. بس احنا هنفضل بقى هنمشي وننساق ورا الكلام ده؟ ارجوكم يا جماعه، ارجوكم حافظوا على مصر، حافظوا على تراب مصر. والله العظيم احنا مالينا حد غيرها، والله مالينا مكان غيرها. هنتبهدل، الناس متبهدله، الناس في السودانيين ولا اللبنانيين ولا اليمنيين ولا والله العظيم كانوا عايشين بهوات في بلادهم. النهارده مش لاقيين، لا مؤاخذه يعني، بيناموا 15 20 واحد في اوضه واحده هنا. يعني انتوا متخيلين يا جماعه؟ ناس والله العظيم كانوا بهوات، كانوا ملوك في بلادهم ومعاهم شركاتهم ومعاهم استثماراتهم. مش لاقيين النهارده، مش لاقيين بعض. العيله الواحده بتدور على بعض، مش لاقيين بعض يا جماعه. انتوا متخيلين؟ انتوا عشان النهارده بس ما دقتوش الكلام ده. ربنا يحفظ مصر ان شاء الله، ربنا يحفظ مصر.